فكرة ال5 جنيه. الفكرة بتقوم ان كل واحد في البلد وهو رايح يصلي الجمعة في رمضان او غير رمضان ياخد معاه 5 جنيه ويحطها في صندوق اسمه ال5 جنيه، وهي 5 جنيه بس، ومش كل يوم، لا دي كل جمعة. لو قلنا مثلا ان عدد اللي بيصلوا الجمعة 2000 على كل مساجد البلد متوزعين، فهيكون معانا في الاسبوع كده 10000 جنيه. نضربهم بقى على 4 أسابيع يبقى معانا 40000 جنيه. ده غير ان في ناس ممكن تدفع اكتر من كده، يعني في ال3 شهور ممكن نجهز عريس او عروسة، او ممكن نساعد مجموعة من الاسر الفقيرة ونسد دينهم، او ممكن نساعد يتامى، او ممكن نساعد مريض في علاجه، ونساعد طلاب غير قادرين، ممكن، وليه لا؟ ال5 جنيه دي مش هتفرق مع اللي هيدفعها كل اسبوع، بس هتفرق مع ناس تانية محتاجة مساعدة. يا ريت لو عجبتكم الفكرة تحاولوا تفعلوها عن طريق طرح الموضوع، ويكون قائم عليها الأئمة وناس أفاضل قائمين على الصلاة في أوقاتها للمتابعة، ويكون كل واحد مختص بالمسجد اللي تابعه علشان يكون رسمي. وبعد ما يتم بإذن الله كل مسجد ومسؤولينه يعلنوا عن العمل اللي خرج، وكل مسجد يكون مسؤول عن المحتاجين بالجهة اللي تخصه، وبكده كل مساجد البلد هتغطي كل الأسر المحتاجة. فكرة بسيطة ممكن تحقق أحلام كتير، وممكن نسمي الصندوق ده بسمة حياة. أتمنى كل شباب البلد تدعم الفكرة دي ويتم التنفيذ. يا ريت نشير الفيديو ده على أوسع نطاق، ولو مش عاجباك انت الفكرة غيرك هتعجبه وتاخد انت الثواب.